بيكم أعزائي المشاهدين في قناة مارجو مامز كورنر مع تيتا ميري والأكل الصحي. واحنا دلوقتي حبايبي صايمين صيام الرسل، بس والنهارده حبايبي احنا صايمين وعندنا عزومة، فهنعمل أحلى أكل. بس هنرتب العزومة بتاعتنا وهتعملي كل الحاجات الجميلة دي في وقت واحد بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. هنعملها ازاي؟ يلا بينا. نعمل ايه؟ أول حاجة عندي قطعة السلمون دي، كان عليها سيل فجبتها اهي، سلمون فريش اهو عليه سيل. انا بحب ان انا لما بجيب اي حاجة عليها سيل بحب ان انا اشارككم معايا. اهو هو فرالف عليه سيل دلوقتي اهي. القطعة دي كانت ب40 77 بقت ب27 و17 سنت. فطبعا مسيفة فيها حلو قوي. فدلوقتي هنعملها بطريقة جميلة، هي فريش وجميلة. هنفكها من الباك دلوقتي. وعندي 2 باون شريمب هنعملهم نوعين، وعندنا بدنجان كمان هنعمله برضو بطريقة سهلة وبسيطة حلوة قوي قوي، وطماطم وفلفل. وعندنا كمان بتاع ده، وعندنا بطاطس هنقليها ومش هنخليها تشرب زيت، وهتبقى مقرمشه بطريقه حلوه قوي قوي. هنحط لها مكون هنخليها مقرمشه. وعندنا كمان الكفته دي حلوه جدا جدا، هعرضها لك، حلوه جميله جدا جدا وما تفكش منك بطريقه جميله. والاكل ده هنعمله دلوقتي، وعندنا توم وشوية بهارات حلوين، وخليكي معايا وهنعملهم اوام اوام، مش هناخد وقت، وهنعمل احلى واطعم حفلة. كمان عيش طري كده جميل، لزوم الاكل الجميل ده. فهنعمل عيش شامي، والعيش الشامي انا عاملهولك في القناة اكتر من مرة، بس هقولك المقادير بتاعته. 4 كوبايات دقيق ابيض، 1.5 كوباية مية دافية، معلقة خميرة فورية، معلقة سكر، معلقة بيكنج باودر، ورشة ملح. وبعد ما يتعجن حلو قوي قوي بنضيف عليه معلقتين زيت، وبندعكه بقى حلو جدا. ممكن بايدينا ممكن بالعجان، يعني هو طريقة سهلة. وبنسيبه يخمر، وبعد كده هنقطعه ونخبزه. ودلوقتي يا حبايبي لتتبيلة السلمون والشريمب، انا حطيت عصرت الليمونتين عليهم بالشكل ده. ودلوقتي البهارات عبارة عن توم باودر وبصل باودر وملح وفلفل اسمر وكمون وكزبرة وبابريكا وماجي. وعندي شبت مقطعاه كده، وفلفل اخضر وتوم. ودلوقتي هدق التوم مع الفلفل الاخضر مع البهارات بالشكل ده حبايبي اهو. دقيت التوم بالفلفل بالبهارات، وهحطهم كده على السمك. تبلنا السلمون والشريمب. ودلوقتي بقى الشبت، هنرش رشة شبت كده اهو، وهنسيبها في التتبيلة. هنسيب السمك في التتبيلة كده حوالي نص ساعة، وبعدين هنرجع نكمل مع بعض. دلوقتي يا حبايبي علشان نسوي السلمون صح، دلوقتي جبت الصينية وحطيت عليها ورق فويل اهو بالشكل ده. وبعد كده هنحط ورق زبدة على ورق الفويل، هحط ورق الزبدة بالشكل ده. بالشكل ده حبايبي قفلت عليها بورق الفويل وورق الزبدة. ودلوقتي هنحط لها زيت زيتون بالشكل ده اهو، رشة كده حلوة اهو بالشكل ده حبايبي اهي. بقت بالشكل ده حبايبي السلمون بالبهارات الجميلة والشبت فوق الوش، وحطينا زيت الزيتون. ودلوقتي بقى هندخلها الفرن على درجة حرارة 350. مش هتاخد وقت، وهتطلعي احلى واطعم سلمون هتاكليه صحي وصيامي ومية مية. ودلوقتي يا حبايبي كمان السلمون اهو بعد ما حطيته في الفرن ما اخدش وقت يعني خد وقت قليل، وبصي شكله مستوي وطعمه خطير. ودلوقتي يا حبايبي قبل ما نقلي البطاطس لازم علشان تقرمش وما تاخدش زيت منك كتير، بنحط على البطاطس بعد ما غسلتها كذا مرة بنحط ملح ابيض. انا عاملة بطاطس كتير اهو، حطيت معلقتين ملح ابيض عشان الكمية كتيرة، وفنجان خل اهو بالشكل ده. وهنقلب البطاطس بالشكل ده. انا مغيره للبطاطس ميه اكتر من مره كده، وهنسيبها في الميه بالملح بالخل
حوالي نص ساعة كده، وبعدين هنحمرها بالشكل ده حبايبي. بصي البطاطس مقرمشة وجميلة اهي بالمكونين اللي انا قلتلك عليهم اهو. هتاكلي احلى واطعم بطاطس مقرمشة حلوة قوي. بصي اهو بالشكل ده، وهنحط على ورق النشاف. هنعمل الكمية بتاعتنا كلها بالشكل ده اهو. احلى واطعم بطاطس بامانة هتاكليها. هنعمل الكمية كلها كده حبايبي، ومش هنحط ملح لان احنا حاطين في المية ملح، هنحط كمون وكزبرة بس. ويبدأ الشكل النهائي حبايبي للبطاطس اللي قليناها وما شربتش زيت. وبعد كده دلوقتي ما حطينا لهاش ملح لان احنا في المية حاطين ملح وخل، فدلوقتي حطيت لها رشه كمون وكزبره بس. اهو يا حبايبي كمان السلمون طلعناها من الفرن مستوي وجميل، ريحته حلوه قوي قوي وطعمه خطير. وكده يبقى عملنا البطاطس والسلمون الاتنين جهزوا. دلوقتي البدنجان انا اهو قطعته، والفلفل غسلته وشقيته كده من النص اهو بالشكل ده بالشكل ده كده. دي الملح الابيض هحط كده اهو بالشكل ده من الناحيتين. الفلفل بنغسله ونمسحه، وبعد كده بنشقه شقه كده في السكينه عشان ما يفرقعش في الطاسه في الزيت. ودلوقتي هنسيب البدنجان 10 دقايق. دلوقتي خدته بالملح بتاعه وتبلته بالدقيق الاسمر، وهنا برضو اخدت شويه من الشريمب ونفضتهم من التتبيله بتاعتهم بالدقيق الاسمر. ودلوقتي حبايبي في الطاسه هي قللت نسبه الزيت، ودلوقتي هنقلي البدنجان بالشكل ده اهو. متحمر من الناحيتين ومش شارب زيت. والفلفل كمان اهو، بس الفلفل لازم نحط له رشه ملح. البدنجان هنعمل الكميه بتاعتنا كلها بتاعت البدنجان بالشكل ده. هنعمل البدنجان كله حبايبي. جبنا زيت وبنقلي الكفته بتاعتنا، الكفته بتاعت فول الصويا اهي ما بتفكش، وبامانه ربنا طعمها خطير حلوه جدا اهي بالشكل ده. وممكن طبعا زي ما قلت لك ان احنا نرش عليها زيت وندخلها الفرن، بس انا عايزه اقليها النهارده اهو بالشكل ده بالشكل ده حبايبي اهي. الكفته بتاعت فول الصويا بصي ما بتفكش وجميله اهو. وهنحط كده برضو على ورق النشاف. هنعمل الكميه بتاعتنا كلها بالشكل ده اهي. يعني طعمها بامانه ربنا طعمها خطير، طعمها حلو جدا بالشكل ده حبايبي. الشريمب اهو في زيت مش غزير هنحطه، ومسافه ما بتحطيه على طول بنقلبه وبنطلعه على طول، لان الشريمب لو كترتي يعني كترتي عليه القلي هيبقى هيجلد، ما بياخدش سوى الشريمب خالص اهو بالشكل ده. وهنطلعه على طول اهو. ودلوقتي حبايبي شويه الشريمب اللي باقيين اخدت فص ثوم هرسته بالشكل ده، وعندي السمن النباتي هناخد معلقه منها كده وهنحطها على الثوم بالشكل ده حبايبي. الثوم بالزبده النباتي. ودلوقتي على طول هنحط الشريمب اللي احنا متبلينه وحاطين له الشبك. هنعمل له كده، وزي ما متفقين الشريمب ما بياخدش سوا، يا دوب تقلبتين كده وهنرفعه على طول من على النار. ودلوقتي حبايبي الشريمب بتاعنا بقى جاهز بامانه ربنا، طعمه خطير بالشكل ده حبايبي. فردت العيش الشامي، ودلوقتي هدخله الفرن على اعلى درجه في الفرن. هحطه من تحت الاول وبعدين هحمر الوش. ممكن حبايبي بعد ما قطعنا العيش ما نفردهوش ونسيبه كده هيبقى كايزر. ممكن نحط على الوش يا سمسم يا حبه البركه، او ما نحطش حاجه خالص، برضو هيبقى عيش جميل هاشش وحلو قوي قوي. وبالشكل ده حبايبي العيش دوت انا اللي مقطعاه. بقيه العيش الشامي ما فردتوش، سبته زي ما هو، وبليت ايدي ميه ودهنت الوش، وبعد كده رشيت رشه سمسم كده. هيبقى عيش كايزر، يبقى عملنا الشامي والكايزر بنفس العجينه هي. بالشكل ده حبايبي العيش الكايزر الصيامي من غير لبن ومن غير بيض اهو
بنفس العجينة بتاعة العيش الشامي بالشكل ده. بصي طالع خفيف وطالع رائع، طالع حلو جدا. وبالشكل ده حبايبي الاكل كله بقى جاهز. كفتة الفول الصويا والشريمب المقلي، السلمون اللي عاملينه في الفرن بتتبيلة رائعة، البطاطس اللي محمرينها مش شاربه زيت ومقرمشه وطعمها جميل بالحاجات اللي حطيناها عليها، الباذنجان اهو قليين ومش شارب زيت وحلو قوي قوي، والشريمب كمان ده اللي بالزبده والثوم بالطريقه الايطالي، والعيش الشامي عملنا منه عيش كايزر والعيش الشامي. يعني عملنا كل حاجه في وقت بسيط، بس عايز ترتيب، يعني ترتبي فتعملي الحاجه في منتهى السهوله. وبألف هنا حبايبي.